أصدقاء وأحباء صفحة تقنيات وعزف المزود، مرحبا بكم. اليوم بإذن الله باش نحكيو على حاجة طلبوها برشا مغرمين، واللي هي طريقة ربط الصياح، وخاصة علاش يغط الصياح وشنو هي الحل. باش نلقاو الحل يلزمنا نفهمو المشكل. كيف ما قلنا في الفيديو اللي سبق، الصياح هو نوع متاع لوح، والمواد الطبيعية الكل تتأثر بمفعول الحرارة، بما أنه الصياح يخدم في مناخ فيه برشا سخانة، اللي هو في وسط الشكوى سخانة البدن وزيدها سخانة الصيف. هنا باش نلقاوه يتأثر بفينومين اسمه لا ديلاتاسيون تيرميك، أي التمدد الحراري. الفينومين هذا تتأثر به المواد الطبيعية الكل، كما باب متاع دار مثلا في الشتاء في بلاصتو عادي، في الصيف يولي حك، يولي أكبر من البلاصة متاعو. نفس الفينومين يعيشه الصياح، لكن شنو هي الاختلاف؟ الاختلاف هو أنه الصياح بصفة عامة نحن نربط الصياح من هوني، كي يسمر في البلاصة متاعو الرباط ما يتحلش مع السمن متاع الصياح. وقتها شي يصير؟ وقتها الشفرة تهبط اللوط، بطبيعة الحال وقتها الصياح باش يغط. شنو هي الحل؟ الحل هو يلزمنا نربط الصياح بحاجة اللي مع السخانة تنجم تتحل، هي زادة مع الصياح تتبع الصياح بلغة أخرى. إذا كانت تحلت معاه، إذا كانت تلم الصياح تتلم معاه، معناها تتأثر بنفس العوامل اللي تأثر بهم الصياح. ولهنا نحب نوجه الشكر للصانع وعازف على آلة المزود الصديق ناجي دريدي، اللي هو صاحب الفكرة. الفكرة تتمثل في أن نربط الصياح بخيط صنارة، كيما الصياح هذا مربوط بخيط صنارة. خيط الصنارة يتأثر بنفس العوامل ونجم يتحل مع الصياح، وهكاك تتنحى مشكلة أنه الصياح يغط. يقول القائل شنو هي الخيط بالضبط؟ الخيط هو كيما هذا، نجم تلقاه في أي بلاصة يبيعوا فيها معناها الماتريال متاع الحوت. القياس متاعه بالضبط هو 0.25 ملم، 0.25 ملم. هذا هو تربط به الصياح متاعك، وبقدرة الله الأمور متاعه تولي على العال. الربطة ما تستحقش 15 ولا 20 دورة كما يحكيوا البعض، هذاك كله كلام فارغ. الربطة أنت تتحكم فيها، وطريقة الكبس متاعها أنت تتحكم فيها. وكي تربط الصيحات متاعك زوز مع بعضهم، تربطهم بطريقة اللي تخلي نوعا ما الصوت يقرب البعض والأقصى حد. هذا الفيديو متاع اليوم. إذا كان عجبك الفيديو انزل جيم كالعادة، وما تنساش تبارتاجي باش غيرك يستنفع بالمعلومة. إن شاء الله نتقابلوا في فيديو آخر.